السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية يا سادة، يا ريت اللي مش مشترك معانا في القناة يتكرم علينا باشتراك في القناة ولايك على الفيديو دعما لحبيبك واخوك سوبر اهلاوي. الف الف مبروك للنادي الاهلي، الف الف مبروك لملك الصلاة النادي الاهلي. فريق كرة السلة رجال تحت قيادة الداهية اوجستي. بصراحة مباراة 10/10 بعد الفوز على الاتحاد 77-72 في مباراة تسيدها الأهلي في الربع ساعة الأول أو في الكوارتر الأول كاملا. تسيدها وكان فايز على وكان متقدم بعد انتهاء، كان متقدم على الاتحاد 18-15. ولكن الاتحاد تقدم في الربع الثاني والثالث، ولكن وبعد ذلك في الربع الأخير من المباراة والتر هود اللاعب المحترف الداهية يتمكن من صناعة وفوز للنادي الأهلي غالي جدا جدا جدا، علشان ده أكبر رد على المشككين والمنافقين اللي كانوا بيتكلموا بعد مباراة الأهلي والزمالك، بعد مباراة الأهلي والاتحاد في كأس السوبر، قال اللي الأهلي تنازل عن حقه فيها تماما وأهداه لجمهور نادي الاتحاد بفوز الاتحاد بالكاس بكأس السوبر في السلة. ولكن دلوقتي ده أكبر رد على اللي كانوا الناس بتشكك فيه في النادي الأهلي، وبتقول لك نادي الاتحاد ما بيقبلش رشوة. أكبر دليل على ملك الصلاة النادي الأهلي. الله أكبر وألف ألف مبروك، دايما في تقدم. وكولر عمنا كولر مارسيل كولر يعلن لعب المباراة، وبيقول لك شوف بعد الغيابات دي كلها كولر بيعلن ان ما عندوش نواقص في اللعيبة او ما عندوش حد ناقص في الفريق. راجل متمكن وكل الدعم والتوفيق ان شاء الله. بكره يحالفنا الحظ باذن الله والتوفيق للنادي الاهلي في مباراته امام نادي الزمالك غدا ان شاء الله، وغدا القاك باذن الله ان شاء الله والفوز، ونبقى كلنا مبسوطين بالفوز على نادي الزمالك. بعد كده يا ساده، بعد غياب محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، محمود متولي للايقاف، عمرو السولية للاصابه، واحتمال كبير يعني يبدا برامي ربيعه، وكل الدعم لرامي ربيعه لان ما عندناش غيره، هو المدافع الوحيد اللي قاعد في الفريق. وحاليا احتمال كبير، في ناس بتقول ممكن محمد مغربي ما ينضمش اساسا للمباراه، ممكن محمد مغربي وبرونو سافيو خارج المباراه برضه للاصابه، فمحمد مغربي ممكن ما ياخدوش في القائمه، فبالتاكيد هيبقى رامي ربيعه ومحمد هاني. فكل الدعم بكره ان شاء الله لل 11 لاعب في الملعب اللي هيمثلوا النادي الاهلي في مباراته امام الزمالك، وان شاء الله باذن الله هتنتهي بالفوز للنادي الاهلي وتصدرنا وتربعنا على قمه جدول الدوري وبفرق 8 نقط عن الزمالك. واقرب المنافسين ليك هيكون فيوتشر، وهيكون باذن الله اقله فرق 6 نقط او 5 نقط عن فيوتشر ان شاء الله باذن الله. ده كل التوفيق للنادي الاهلي باذن الله. اما فيما يخص قناه الزمالك والبلبله اللي عملتها على الحكم، احب اكد لكم ان الحكم اساسا اجنبي، لا يعرف اهلي ولا يعرف زمالك، لا هو هيميل مع ده ولا هيروح لده. هو ده راجل بيحكم، وكمان من يعني في عيون كتيره بصله على الاتحاد الدولي لكرة القدم. في خبر تاني عايزين نتكلم فيه ونحكي فيه ونقول الف 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 مبروك للنادي الاهلي لمشاركته في السوبر الافريقي. خلاص خلاص خلاص، الاتحاد الافريقي لكرة القدم اعتمد مشاركة النادي الاهلي في السوبر، في دوري السوبر الافريقي اللي هينطلق ان شاء الله في شهر 8 اللي جاي في اغسطس باذن الله ان شاء الله. وكل التوفيق للنادي الاهلي والوداد والترجي وصن داونز وحورية كوناكري الغاني وسيمبا التنزاني. وان شاء الله باذن الله هيتقسموا على مجموعتين منهم الاهلي، او الثمانيه هيتقسموا فريق يلعب من مباريتين بخروج المغلوب على طول ان شاء الله. وكل التوفيق والف الف مبروك لكبير القاره النادي الاهلي وزعيمها على الخبر الحلو ده، اللي النادي الاهلي ممكن يشارك في اكتر من بطوله قاريه في سنه واحده. وكل التوفيق بكره ان شاء الله مع النادي الاهلي باذن الله. وفي الختام ما تنسوش الاشتراك في القناه
وسلام.